السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جينا بطاني وصفه. عندي ربعه ديال الزبده، عندي رشه الملح، عندي معلقه صغيره عامره ديال الفاني، عندي سكر كلاصي 2 كيسان. وصفه اقتصاديه وسهله ومذاقها ولا اروع. المهم غادي تجربوها ان شاء الله. هي راه وصفه قديمه، تنحيو القديم، ولكن ما شاء الله تتجي زوينه ولذيذه. دابا زدنا شي اضافات وعطات في المذاق مذاق رائع. المهم هنا كنشد الزبده وكنخدمها مزيان مع السكر كلاصي والفاني والملحه. كتبغي شويه الدراع، ولكن اللي ما قدرش يدير الميكسور ماشي مشكل. المهم انا بغيت نخدم معكم باش نوريكم الطريقه. هنا الزيت كندخلوها في هذه الوصفه بحال الصابلي، راه نفس مقادير الصابلي ونفس الطريقة. كندخلو الزيت شوي بشوي، ما نكبوش الزيت مرة. نفس الطريقة باش تخدموا الصابلي باش نخدموا، باش تتخدم هاد الحلوى. ولكن في الأخير كتعطي نتيجة مقرمشة زوينة رائعة حتى في المذاق. 2 كيسان ديال الزيت غادي نبدا ندخلهم شوي بشوي وحنا كنخدمو. صافي كنبقاو مستمرين هكا حتى نخدموها مزيان. ونزيدو هنا 2 بيضات اللي غادي نحتاجو. نعاودو نخدمو مزيان حتى يدخل البيض مزيان مع الزبدة. هنا كندير النكهة ديال اوريو، نتوما اللي بغيتو، نكهة الليمون ديال الحامض ديال الناطا ديال البسكوي. المهم ما ديروش النكهة اللي مغلوقة. وهاد النكهة ديال الاوريو عطاتها واحد المذاق غزال. المهم كنخدمو مزيان نفس الطريقة ديال الصابلي. هنا ملي كنزيد الطحين ما باقيش تنخدم غير بصبعاني، ما نعجنهاش غير بصبعاني حتى تنجمعها. الطحين ممكن تهز كيلو او لا كيلو شويه او لا كيلو قل شويه. المهم كيلو، استعملوا كيلو، حيت ما نقدرش نعطيكم بالضبط العبار على حساب الطحين. ولكن غادي نوريكم القوام ديالها وغادي تقولوا لي الخميره هنا راه ما تنديروش الخميره، ما كنحتاجوهاش. هاد العجينه ما كتحتاجش الخميره. صافي غادي نبقى مستمره حتى نجمعها وغادي نوريكم القوام ديالها. وهنا بدينا غير بالوصفات اللي هي اقتصاديه ومكونات موجوده في اي بيت. حتى هذه النكهه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يكتفي غير بالفاني، غير هي كتزيدها واحد النسمه زوينه. ولكن اللي ما بغاش ما يديرهاش. لكم الاختيار في هذه النكهات. وان شاء الله من بعد الى بغيتوا ديروا وصفات شويه طالعين شويه ديروهم.
صافي هنا كنبقاو تنجمعو غير بصبعالنا، وانا كنزيد الطحين وكنجمع. المهم القوام ديالها ما تكونش مرخوفة بزاف، ما تكونش واقفة بزاف، لان غتعذبكم، لان غادي نخرجوها من البوق. هنا غادي نقلبها باقي شويه جاريه، هانتوما كتشوفوا غادي نزيد واحد شويه ديال الطحين. غادي نوريكم القوام ديالها ملي صافي كتجمع. ما تحتاجش باقي الطحين ان شاء الله. غير تبعوا الفيديو ما تزربوش باش ان شاء الله تنجح معاكم الوصفه. هنا صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش رطبه، ولكن ماشي جاريه. كنجمعها في البول وكنحطها لما نوجد اللاطه ديالي والبوق. هانتوما البوق مسنن، اي بوق بغيتو ديروه تنخدموها بحال كوكياجه. لاحظوا معايا وسمحوا لي على الاضاءه لان خدمتها بالليل. هانتوما كندير شويه البدايه. هانتوما بحال ها الكوكياجه. واللي بغى يديرها بحال وريضه يديرها، اللي بغى يديرها طويله يديرها. المهم انا فضلت هاد الشكل، وانتم اللي بغيتو. انتم لاحظوا كيفاش كندير، اللي بغى يدير لها بحال هكا كنطلع ونعاود نهبط. صافي هنا كملتها، غادي ندخلها للفران. الفران يكون سخون ونقص عليها حتى تتحمر. هنا اسمحوا لي ما شاركتش معكم التعليكه. كندير الكونفيتور مع سنيده مع النكهه ديال اوريو، وكنردهم فوق البوطه حتى يتعلكوا. صافي هنا غادي تلصقهم وتندير لهم داك الراس في التعليكه وتنديرو في الزنجلان. وهي وجدات ما شاء الله، عطاتنا واحد العدد لا بأس به. وكنتمنى تعجبكم وبالصحة والراحة، وفي أمان الله وحفظه، وعواشركم مبروكة.